الأهلي المصري يغلب الترجي التونسي ويحرز لقب أبطال إفريقيا. الأهلي يعزز رقمه القياسي في دوري أبطال إفريقيا بفوزه على الترجي التونسي. عزز النادي الأهلي المصري حامل اللقب رقمه القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، حيث رفعه إلى 12 لقبا بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي 1-0 السبت 25 مايو أيار 2024 على ملعب القاهرة الدولي أمام 60,000 متفرج في إياب الدور النهائي. يدين الأهلي بفوزه إلى النيران الصديقة بعدما سجل لاعب الوسط التوغولي روجيها أوهولو الهدف الوحيد في المباراة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة. جاء هدف المباراة الوحيد عندما لعبت ركلة ركنية قابلها رامي ربيعة بضربة رأس لتصطدم بروجيرا أوهولو مدافع الترجي قبل أن تعانق الشباك. كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين على ملعب حماد العقربي بالعاصمة التونسية قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتوج الأهلي باللقب فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-0. ورغم استحواذ الترجي على الكرة، إلا أنه لم يتمكن من اختراق دفاع الأهلي الذي شكل لاعبوه بعض الخطورة على مرمى الترجي. كاد وسام أبو علي أن يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 13 عندما انطلق إمام عاشور بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء قبل أن تصل إلى أبو علي الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالشباك الخارجية. بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة الترجي على مجريات اللقاء بدون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الأهلي. اعتمد لاعب الأهلي على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة تذكر على مرمى الترجي، لينحصر اللعب في وسط الملعب بشكل متكرر. مر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم الصافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه. وهذا التتويج المصري الثاني في غضون أسبوع على المستوى القاري، بعدما أحرز الزمالك كأس الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي على حساب نهضة بركان المغربي. وهذا اللقب الثاني للأهلي على حساب الترجي بعد 2012، بينما توج الفريق التونسي على حساب المارد المصري في عام 2018. كما أنه اللقب المصري الرابع على حساب الأندية التونسية التي توجت في مناسبتين على حساب الأهلي عبر النجم الساحلي 2007 والترجي 2018. وحقق الأهلي الذي توج باللقب للعام الثاني تواليا والرابع في الأعوام الخمسة الأخيرة رقما قياسيا أسطوريا بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة تواليا 900 دقيقة، بعدما كان الترجي صاحب الرقم 825 دقيقة. وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة في مرحلة المجموعات، ثم تخطي عقبة سيمبا التنزاني مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في دوري الثمانية وقبل النهائي على الترتيب. في المقابل صعد الترجي للنهائي بعدما حل في وصفة المجموعة الثالثة بدور المجموعات برصيد 11 نقطة، ثم تخطي عقبة السيك أبيجان الإيفواري وميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الدورين التاليين. وكان الفريقان حجزا مقعديهما في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة عام 2025 في النسخة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة بمشاركة 32 فريقا. وصار المدير الفني السويسري مارسيل كولر سادس مدرب يتوج باللقب في مناسبتين متتاليتين بقيادته الأهلي إلى منصة التتويج للعام الثاني على التوالي، بعد الكونغولي الديمقراطي سيل الستين تمبوي مع مازيمبي 1967 و 1968 والراحل الأرجنتيني أوسكار فيالوني 1989 أسيك النيجيري 1990 الرجاء المغربي والبرتغالي مانويل جوزيه 2005 و2006 مع الأهلي، والتونسي معين الشعباني 2018 و2019 مع الترجي، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 2020 و2021 مع الأهلي،
بينما يبقى مانويل جوزيه أكثر المدربين تتويجاً باللقب برصيد 4 مرات. وأجرى كولر تبديلاً وحيداً على تشكيلته التي خاض بها لقاء الذهاب، حيث أشرك أكرم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بدلاً من التونسي علي معلول الذي خضع لجراحة في قدمه بعد إصابته في لقاء الذهاب، فيما لم يجري المدرب البرتغالي الترجي ميغيل كارديوس أي تبديل. وضمن الأهلي مقعداً في بطولة السوبر الإفريقي، حيث سيواجه الزمالك المصري المتوج يوم الأحد الماضي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي في نهائي المسابقة القارية. كما يشارك الأهلي أيضا في مسابقة أخرى، وهي النسخة الأولى من منافسات كأس انتركونتينتال التي يقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمشاركة أبطال القارات الأخرى. وبهذا الإنجاز الكبير يثبت النادي الأهلي مرة أخرى أنه سيد القارة الإفريقية بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه. مبروك للأهلي ولجماهيره الوفية هذا الإنجاز التاريخي، ونتمنى له مزيدا من النجاحات في المحافل الدولية. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في محطات رياضية قادمة. في أمان الله.